السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شاورما فراخ، ان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. معايا النهاردة ربع كيلو بس من الفيليه، هعمل بيه صينية. مش هتصدقوا ان الكمية دي طالعة من ربع كيلو بس من الفيليه. هحتاج ايه؟ ربع كيلو من الفيليه، طبعا اتغسل واتشطف واتصفى من المية وقطعته شرايح رفيعة، ومعاه كوباية من الزبادي، وحوالي 4 معالق من الزيت، وفصين مفرومين من الثوم. والتوابل الحلوة دي بقى اللي هتدينا بقى طعم تاني، هتودي بقى ايه الشاورما دي في حتة تاني. من كل حاجة فيها نص معلقة. معايا ايه؟ معايا بهارات شاورما، ومعايا كاري وكركم وقرفة وجنزبيل وبصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل اسود، بس مش اكتر من كده. هعمل ايه بقى؟ هتبل بقى ده كله بده كله الفراخ بتاعتنا بالطريقه دي. هنزل الاول بكوبايه زبادي. اللي ما اشتركش بقى في القناه يا حبايبي يشترك عشان يعرف يتواصل معانا ويوصله كل وصفاتنا. هنزل بقى كده على كوبايه الزبادي بفصين الثوم المفرومين. الاول الزبادي وبعدين فصين الثوم المفرومين، بعد كده التوابل الحلوه بتاعتنا دي. ان شاء الله يا جماعه هتعجبكم، طعمها لذيذ جدا وكمان اقتصاديه وموفره. وبعدين الزيت، الزبادي والثوم والتوابل وبعدين الزيت، وهقلب بقى كل ده مع بعضه لحد اما اتاكد ان التوابل بتاعتي الحلوه دي كلها دخلت كلها في بعض بالزبادي. واخر خطوه هنزل بالفراخ وهقلب فيها يا جماعه. ولازم يا جماعه الفراخ تقعد في التتبيله دي مش اقل من ساعتين. لو كنتوا عايزين نتيجه كويسه سيبوها في التلاجة لمدة ساعتين، هتديكوا نتيجة هايلة. طعمها بجد بيبقى تحفة. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. هنزل بقى كده بشرايح الفيليه المتقطعه رفيع. انا بصراحه بحب اجيب الفيليه واقطعه بنفسي، ما بحبش ايه اخلي الراجل هو اللي يقطعهولي، لا، بتاع الفراخ بيقطعه بيعملهولي كده. بحس انه بيعمله سميك قوي، بيخلي كده القطعه تبقى ايه عريضه. انا مش عايزه كده، انا عايزاه شرايح رفيعه. فانا بحب انا اقطعه بنفسي في البيت. انا جبته وقطعته انا بعد ما غسلت طبعا الغسله الكويسه بتاعته، غسله محترمه يعني. اللايك فين بقى يا حلوين؟ انا مش شايفه لايك لغايه دلوقتي، ما تنسوش اللايك. بصوا، خلاص كده كده التتبيله بتاعتي تمام. هحطها بقى في التلاجة لمده ساعتين، لازم ساعتين يا حبايبي، لازم ساعتين. ونروح بقى نعمل الخضار بتاعنا. خلاص كده قعدناها ساعتين بقت كده بالشكل ده. هنجمع بقى ايه الخضار الجميل ده بتاعنا. ايه هو بقى الخضار؟ معايا 4 حبايات من الفلفل الرومي مقطعاهم برضو بنفس التقطيعة بتاعة الفيليه شرايح رفيعة. ومعايا 3 بصلات كبار برضو متقطعين شرايح رفيعة. ومعايا طماطميتين متقطعين مكعبات، وفلفل حامي، وفصين من الثوم، ونفس التوابل الاولانيه اللي تبلنا بيها الفراخ. هي نفس التتبيله، بس برضو من كل حاجه نص معلقه، عشان احنا طبعا الفراخ بتاعتنا متبله فمش هنزود عن نص معلقه. يبقى كده الاتنين مع بعض من كل حاجه معلقه كامله. ركزوا يا جماعه، ان شاء الله هسيب لكم كل حاجه في الوصف، هنزل لكم المقادير بالظبط. انا جيت هنا حطيت ايه صينيه على النار وسخنت، قمت نازله عليها بشويه من الزيت. طبعا حد هيقول لي ليه يا ام يوسف حطيتي زيت؟ ما انت حاطه زيت في الشاورما في التتبيله بتاعت الشاورما. اه يا حبايبي، بس انا عندي هنا خضار، لازم كمان احط زيت للخضار ده. تمام. سخن بقى حبه الزيت بتوعي دول سخنوا، قمت نازله بقى ايه بالفراخ بالطريقه دي. والله ريحتها يا جماعه يا ريتكم بس شمين الريحه زي ما انا شمها كده، ريحته بجد حلوه جدا. تتبيله يعني جربوها ان شاء الله تدعيلي. افتكروني بقى كده بدعوه حلوه، ها؟ فين اللايك بقى؟ محدش عمل لايك ليه لغايه دلوقتي؟ انا عايزه لايكات كتير، واللي ما اشتركش يلحق يشترك عشان يوصل لكم كل وصفاتنا. خلاص كده يا جماعه اتشوحت معايا الفراخ واستوت.
نزلت بقى ايه بالبصل المتقطع شرايح بالطريقه دي، وهقلب برضو كده تشويحه صغيره، وهنزل بالفلفل اللي متقطع برضو شرايح، وعليه الفلفل الحامي. هقلب تقلبتين كده كله مع بعضه، والنار طبعا تبقى هاديه، متعلوش النار، لازم النار تبقى هاديه كده. فاضل ايه؟ فاضل الطماطم. هنزل بقى كده بالطماطم بتاعتنا المتقطعه مكعبات صغيره، وهقلب كده تقلبتين برضو، وهقوم نازله بقى ايه بفصين التوم، فصين التوم والتوابل بتاعتي. يبقى انا حطيت هنا على الخضار بتاعي فصين من التوم، وحطيت على تتبيله الشاورما نفسها فصين توم، يعني 4 فصوص من التوم. وهنا نزلت بالتوابل بتاعتي، وهقلب بقى ايه كل ده مع بعض بالشكل ده كده لحد ما ايه ما تستوي معايا. انا بقى مش هغطيها، اللي عايز الخضار يدبل يغطيها، انا عايزه الخضار يبقى معايا مصحصح بالشكل ده، عشان كده مش هغطيها. هي خلاص دخلت في السوا اهي. هحط بس الملح بتاعي، اظبط كده الملح عشان نسيت الملح، وما تكتروش ملح عشان التتبيله برضو فيها ملح، انا عايزه ملح للخضار بس. هقلب بقى كده تقلبتين 3، واسيبهم بقى كده مع بعض يتشوحوا شويه، وهطفي عليهم ومش هغطيهم زي ما قلت لكم، عشان مش عايزه الخضار بتاعي يدبل. شايفين يا جماعه الصينيه؟ ولا اتلسعت مني ولا اتحرقت ولا اي حاجه، الصينيه زي الفل الحمد لله بفضل الله، مفيش اي حاجه اتحرقت. وكل ده ليه؟ عشان انا مهديه النار. هقلب كده بقى تقلبتين وبس كده يا جماعه، هي كده خلصت معايا. هعمل ايه؟ هقدمها لكم بقى في الطبق الحلو ده، وادي شكلها بعد ما استوت. ايه بقى رايكم؟ بسم الله ما شاء الله، يعني بصي الكميه عامله ازاي، هتكفي وان شاء الله هتفيض. بتمنى بقى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك عشان عيلتنا الصغيره دي تكبر ويوصل لكم كل وصفاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.